السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولياء أمور الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لمادة اللغة العربية. طبعا سنة جديدة سعيدة علينا وعليكم بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعض أول درس في اللغة العربية بعنوان سر الحياة، فخليكم معايا وهنبدأ مع بعض شرح الدرس ونقول بسم الله. درس النهاردة إن شاء الله هيكون عبارة عن نص استماع بعنوان سر الحياة. نقرأ كده مع بعض النص مع بعض بالراحة وبعد كده بنشرحه ونفهم معناه. الفقرة الأولى: كان نهر النيل سرا من أسرار الحياة في مصر، كان يسقي المصريين ويروي حقولهم ويمنحهم الحياة، لولا مياهه ما كانت الأرض خصبة ولا كانت الحياة ممكنة. كان المصريون القدماء يعدون النيل هدية لمصر، وكانوا يحتفلون بفيضانه الذي يأتي كل عام ليغمر الأرض بالمياه العذبة. طيب يعني إيه الكلام ده؟ بيقول إن نهر النيل كان بيعتبر سر من أسرار الحياة في مصر، وكان المصريين بيشربوا منه وكمان بيرووا الحقول بتاعتهم، وكان بيمنحهم الحياة، لأن طبعا كلنا عارفين إن المية هي سر الحياة، لو مفيش مية يبقى مفيش حياة. لولا مياهه ما كانت الأرض خصبة ولا كانت الحياة ممكنة. يعني إيه إن الأرض تبقى خصبة؟ طبعا المية بتاعت النيل بيكون فيها حاجة اسمها طمي أو الطين اللي بيبقى مع النيل، فطبعا الطمي أو الطين ده لما النيل بيغمر الأراضي، الطمي ده بيكون في الآخر بيترسب في الأرض، والطمي ده بيخلي الأرض تبقى خصبة، يعني بتكون صالحة للزراعة. كان المصريون القدماء يعدون النيل هدية لمصر. يعدون يعني ان المصريون القدماء كانوا بيعتبروا ان النيل هدية لمصر، وكانوا بيحتفلوا كل سنة بفيضانه. يعني ايه فيضانه؟ يعني لما المية تبقى زايدة وتغمر الأراضي، هما كانوا بيحتفلوا في الوقت ده كل عام، لأنه كان بيغمر الأرض بالمياه العذبة. وزي ما قلت لكم كمان كان بيبقى فيه الطمي اللي بيساعد على الزراعة في الأرض. تدريب 1 بيقول: ضع صح أو غلط. احتفل المصريون القدماء بالفيضان لأنه كان يغرق الأراضي. طبعا غلط، هم كانوا بيحتفلوا بالفيضان بس هو ما كانش بيغرق الأراضي، هو كان بيفيض وكانوا بيستفادوا من الطمي اللي فيه. عدى المصريون القدماء النيل نقط لمصر. عدى يعني اعتبر، يبقى هنقول هدية لمصر. طيب هنا بيقول هدية غالية، ماشي. أكمل: بفضل مياه النيل أصبحت الأرض في مصر إيه؟ أصبحت صالحة ومناسبة للزراعة. ممكن كمان نقول أصبحت الأرض في مصر خصبة. خصبة يعني صالحة ومناسبة للزراعة. لماذا كان نهر النيل سرا من أسرار الحياة في مصر؟ قلنا لأنه كان يسقي المصريين ويروي حقولهم وكان يمنحهم الحياة. ندخل على الفقرة الثانية اللي بتقول: لكن هل تعلمون أن نهر النيل لا يزال بحاجة إلى مساعدتنا اليوم؟ مع مرور الوقت أصبح النيل مهددا بالتلوث من المخلفات التي يلقيها بعض الناس، وهذا يؤثر بشكل سلبي في البيئة وفي حياة كل من يعتمد على النهر. بيقول رغم ان النيل مهم قوي كده بالنسبة لنا، لكن للأسف النيل بيحتاج لمساعدتنا الأيام دي. ليه؟ لأن مع مرور الوقت ومرور الزمن النيل أصبح مهدد بالتلوث بسبب المخلفات اللي الناس بترميها فيه طول الوقت، واللي بتأثر بشكل سلبي في البيئة وفي كل من يعتمد على النهر. تدريب 2: ضع صح أو غلط. مشكلة النيل الحالية ناتجة عن عوامل طبيعية لا دخل للإنسان فيها. طبعا غلط، دي مش عوامل طبيعية، دي كلها بفعل الناس وتصرفاتهم. اختر: يواجه النيل اليوم خطرا كبيرا يسمى ايه؟ يسمى التلوث البيئي. بعد كده بيقول أجب: لماذا يحتاج نهر النيل اليوم إلى مساعدتنا؟ طبعا هو بيحتاج لمساعدتنا دلوقتي لأن مع مرور الوقت زي ما قلنا أصبح النيل مهددا بالتلوث من المخلفات التي يلقيها بعض الناس، واللي بتؤثر بشكل سلبي في حياة البيئة وكل من يعتمد على النهر. ندخل بقى على قاموس الأضواء الكلمة ومعناها. يروي يعني يسقي،
ومضادها يظمئ، الظمأ يعني العطش. خصبة يعني كثيرة الخير والنماء، ومضادها قاحلة أو جدباء. فيضان يعني زيادة الماء في النهر عن مقداره المعتاد، وجمع فيضان فيضانات. مهددا يعني معرضا للخطر، ومضادها آمنا. بعد كده هنا عندنا يمنح يعني يعطي، ومضادها يسلب أو يمنع. ويعدون يعني يعتبرون. يغمر يعني يغطي أو يعلو، والمراد منها يشمل أو يحيط به. يبقى لما نقول إن الماء مثلا بيغمر الأرض، يعني بيغطي الأرض أو بيعلو الأرض أو بيشملها أو بيحيط بيها. ومضاد يغمر يعني ينحسر أو ينكشف. يلقي معناها يرمي أو يطرح، ومضادها يتلقف. ندخل على الفقرة الثالثة اللي بتقول: تخيلوا لو كان للنيل صوت لقال لنا: أرجوكم لا تلقوا المخلفات في مياهي، ولا تلوثوني بما يضرني، مياهي ثمينة فحافظوا عليها كي تظل الحياة ممكنة. إذا استمعنا إلى هذا النداء فسنتمكن من الحفاظ على النيل نظيفا، وستستمر الحياة في الأراضي المحيطة به لأجيال قادمة. يبقى هو بيقول لنا هنا تخيلوا لو كان النيل بيتكلم وليه صوت، كان هيقول ايه؟ كان هيقول: أرجوكم ما ترموش فيا المخلفات وفي مياهي، وما تلوثونيش بما يضرني، لأن المية بتاعتي دي ثمينة، فياريت تحافظوا عليها علشان تفضل الحياة قائمة للأبد. وبيقول ان احنا لو سمعنا صوت النيل وهو بيتكلم هنقدر ان احنا نحافظ على النيل نظيفا، والحياة هتستمر في الأراضي المحيطة به لأجيال قادمة. ندخل على التدريب 3، ضع صح أو غلط. الهدف من الحفاظ على النيل هو حماية جيلنا الحالي فقط. طبعا غلط، احنا بنحمي الجيل بتاعنا والأجيال القادمة أيضا. بعد كده اختر. وصف النيل مياهه في ندائه بأنها مياه بأنها مياه ثمينة. بعد كده أكمل. بيقول: إذا استجبنا لنداء النيل فستستمر الحياة في الأراضي حوله لأجيال قادمة. أجب: ما الرسالة التي أراد النيل إيصالها للناس؟ عايز يوصل إيه للناس؟ عايز يوصل إن الناس ما ترميش المخلفات في المية بتاعته، وإن هم ما يلوثوش المية لأن المياه بتاعته ثمينة. وكمان عايز يقول لهم إن هم يحافظوا على المية علشان الحياة تبقى قائمة للأبد. ندخل بقى على الفقرة 4. ينبغي أن نكون جميعا أصدقاء للنيل. يمكننا أن نساعد في الحفاظ على نظافته بعدم إلقاء القمامة في مياهه، وترشيد استخدام مياهه، وتوعية الآخرين بأهمية الحفاظ على شريان الحياة للمصريين. تذكروا أن كل قطرة ماء لها قيمة، وكل تصرف صغير من جانبنا يمكن أن يصنع فارقا كبيرا. فحافظوا على نهر النيل، فعندما نعتني به فإننا نعتني بأنفسنا ومستقبلنا. بيقول لازم كلنا نكون أصدقاء للنيل، ونقدر كلنا ان احنا نساعد في الحفاظ على نظافته بان احنا ما نرميش فيه القمامة والمخلفات، وكمان نرشد استخدام المية. يعني ايه؟ يعني ما نزودش قوي في استخدام المية او نسرف فيها، لازم يبقى فيه ترشيد، يعني نستخدم على قد الحاجة فقط. وكمان نقدر ان احنا نوعي وننبه الناس التانيين ان هم لازم يحافظوا على النيل لان هو شريان الحياة للمصريين. وبيقول في الاخر: افتكروا ان كل قطرة ماء بيبقى ليها قيمة، وما تستهونوش بيها ابدا، وكل تصرف صغير احنا بنعمله ممكن يصنع فرق كبير. لازم نحافظ على نهر النيل، لان احنا لما بنحافظ عليه يبقى احنا بنحافظ على نفسنا وحياتنا ومستقبلنا. تدريب 4، ضع صح أو غلط. التصرفات الصغيرة للفرد لا تؤثر في حماية نهر النيل. طبعا غلط، كل تصرف من كل شخص لوحده ده بيأثر على مية النيل، لأن احنا لو جبنا شخص وشخص 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 وجمعناهم مع بعض هيبقوا مجموعة كبيرة جدا من الناس، وتصرفاتهم أكيد هتأثر في الآخر على نهر النيل. اختر. لكي نكون أصدقاء للنيل يجب علينا ايه؟ استخدام مياه. يبقى يجب علينا ترشيد استخدام المياه. العناية بنهر النيل هي في الحقيقة عناية بأنفسنا
ومستقبلنا. لماذا تعتبر كل قطرة ماء مهمة بالنسبة لنا؟ طبعا هنا بيقول تذكروا ان كل قطرة ماء لها قيمة. ليه؟ لان نقطة المية على نقطة المية على نقطة المية بتبقى كمية كبيرة من المية، يبقى اذا حتى نقطة المية دي مهمة وليها قيمة، لازم ان احنا نحافظ عليها. ندخل على قاموس الأضواء. يضر يعني يؤذي أو يلحق الضرر، ومضادها ينفع ويفيد. تظل يعني تبقى أو تستمر، ومضادها تزول أو تتلاشى. توعية يعني إرشاد، ونعتني يعني نهتم به، ومضادها نهمل. ثمينة يعني غالية القيمة، ومضادها رخيصة أو زهيدة. ترشيد يعني استخدام الشيء باعتدال، ومضادها تبذير أو إسراف. شريان المراد به مصدر حيوي للحياة، وجمع شريان هو شرايين. ندخل بقى على أضواء على النص في صورة سؤال وجواب. السؤال الأول بيقول: كيف كان نهر النيل يفيد المصريين قديما؟ كان بيفيدهم ازاي زمان؟ كان يسقي المصريين، كانوا بيشربوا منه وكانوا بيروا الحقول بتاعتهم منه، فطبعا كان بيمنحهم الحياة. ماذا كان يمثل نهر النيل بالنسبة للمصريين القدماء؟ كان بالنسبة لهم ايه؟ كانوا يعدون النيل هدية لمصر، يبقى كانوا بيعتبروا ان نهر النيل هدية لمصر. لماذا كان المصريون القدماء يحتفلون بفيضان النيل كل عام؟ ليه؟ هنقول لأن فيضانه كان يأتي ليغمر الأرض بالمياه العذبة. ما الخطر الذي أصبح يهدد نهر النيل في الوقت الحاضر؟ يعني في الفترة اللي احنا فيها، ايه الخطر؟ طبعا نهر النيل أصبح مهددا بالتلوث بسبب المخلفات اللي الناس بترميها في المية بتاعته. طيب ما أثر تلوث النيل على البيئة والإنسان؟ التلوث ده ممكن يأثر ازاي على البيئة والإنسان؟ يؤثر التلوث طبعا بشكل سلبي في البيئة وفي حياة كل من يعتمد على النهر. ماذا طلب النيل منا في ندائه المذكور في النص؟ كان بيطلب مننا ايه؟ طلب ألا نلقي فيه المخلفات، وألا نلوثه بما يضره، لأن مياهه ثمينة. بعد كده بيقول: ما النتيجة المترتبة على استماعنا لنداء النيل والحفاظ عليه؟ لما احنا نسمع كلام النيل، ايه اللي هيترتب على ده؟ سنتمكن من الحفاظ عليه نظيفا، وستستمر الحياة في الأراضي المحيطة به لأجيال قادمة. كيف نكون أصدقاء للنيل كما اقترح النص؟ ازاي نقدر نكون أصدقاء للنيل؟ طبعا هنكون أصدقاء للنيل بعدم إلقاء القمامة في مياهه، وكمان بترشيد استخدام المية بتاعته، وبتوعية الآخرين بأهميته. بعد كده بيقول: لما وصف النص نهر النيل بأنه شريان الحياة للمصريين؟ أولا أنا عايزة أقول لكم إن شريان، الإنسان بيكون عنده حاجة اسمها شرايين، والشريان الرئيسي ده لو اتقطع لا قدر الله الإنسان بيموت، فعشان كده هو وصف النهر النيل بالنسبة للمصريين إن هو شريان الحياة بالنسبة لهم، ووصف نهر النيل إن هو شريان الحياة للتأكيد على أهميته القصوى والكبيرة لاستمرار حياة المصريين واعتمادهم الكلي عليه. ما الحقيقة التي يجب أن نتذكرها دائما بخصوص قطرة الماء؟ لازم ان احنا نتذكر دايما ان كل قطرة ماء بيبقى ليها قيمة، وكل تصرف صغير تجاه قطرة الماء دي ممكن انه يصنع فرق كبير. اخر سؤال بيقول: لماذا يعد او يعتبر الحفاظ على نهر النيل حفاظا على انفسنا؟ كأننا بنحافظ على نفسنا. ليه؟ لأننا عندما نعتني بنهر النيل فإننا في الحقيقة نعتني بأنفسنا ومستقبلنا. يلا ندخل على أنشطة الأضواء على النص. ضع علامة صح أو غلط. تلوث النيل يؤثر بشكل إيجابي في البيئة وفي حياة الناس؟ طبعا غلط، ده بيأثر بشكل سلبي. نهر النيل مهدد بالتلوث اليوم؟ صحيح. المحافظة على نظافة النيل تضمن الحياة للأجيال القادمة؟ طبعا كل ما نحافظ على نهر النيل الأجيال والأولاد اللي هيتولدوا بعد كده هيقدروا إن هم يشربوا ويستفادوا منه. كان المصريون القدماء يحتفلون بفيضان نهر النيل؟ صحيح، كانوا بيحتفلوا كل عام. كل قطرة ماء لها قيمة، والمحافظة عليها تؤثر في مستقبلنا؟ طبعا صح. نشاط 2: تخير الإجابة الصحيحة مما بين قوسين.
بيقول لولا نهر النيل ما كانت الأرض إيه؟ ما كانت الأرض خصبة. تلقي بعض المصانع المخلفات في مياه النيل. ينبغي أن نكون جميعا إيه؟ ينبغي أن نكون جميعا أصدقاء للنيل. الحفاظ على نهر النيل يعني الحفاظ على مستقبلنا وحياتنا زي ما قلنا وأنفسنا. طيب نشاط 3 أكمل ما يأتي. كان المصريون القدماء ينظرون لنهر النيل على أنه هدية لمصر. نهر النيل لا يزال بحاجة إلى مساعدتنا. تسببت المخلفات والمياه الملوثة في إيه؟ في تلوث نهر النيل. لو كان لنهر النيل صوت لقال لنا أرجوكم لا تلقوا المخلفات في مياهي. كل تصرف صغير من جانبنا يعني من عندنا يمكن أن يصنع إيه؟ أن يصنع فرقا كبيرا. نشاط 4 أجب عما يأتي. ما أهمية نهر النيل للمصريين؟ هنقول كان يسقي المصريين ويروي حقولهم ويمنحهم الحياة. لماذا كان الفيضان السنوي مهما للمصريين؟ ليه؟ لأنه كان يأتي في كل عام ليغمر الأرض بالمياه العذبة. وضح مدى تأثير تلوث النيل على البيئة من حوله. طبعا بيأثر بشكل سلبي على البيئة وعلى حياة الناس والحيوانات. طيب ماذا سيحدث لو استمعنا إلى نداء نهر النيل؟ هنقدر إن احنا نحافظ على النيل نظيفا وستستمر الحياة لأجيال قادمة. أذكر بعض وسائل المحافظة على نهر النيل. إيه هي بقى الوسائل اللي ممكن نحافظ بيها على نهر النيل؟ هنقول مثلا بعدم إلقاء القمامة في مياهه، وكمان ترشيد استخدام مياهه، وبتوعية الآخرين بأهمية الحفاظ على شريان الحياة للمصريين. ندخل بعد كده على تطبيقات الأضواء على النص. عندنا نشاط 1 هنقرأ الفقرة ونجاوب عليها. كان نهر النيل سرا من أسرار الحياة في مصر. كان يسقي المصريين ويروي حقولهم ويمنحهم الحياة. لولا مياهه ما كانت الأرض خصبة ولا كانت الحياة ممكنة. كان المصريون القدماء يعدون النيل هدية لمصر، وكانوا يحتفلون بفيضانه الذي يأتي كل عام ليغمر الأرض بالمياه العذبة. تخير الإجابة الصحيحة. ليغمر الأرض بالمياه العذبة، معنى يغمر هي يغطي. أكمل. كان نهر النيل سرا من أسرار إيه؟ من أسرار الحياة في مصر. كان المصريون القدماء يحتفلون بفيضانه كل عام. لنهر النيل فضل عظيم على المصريين. وضح ذلك. يبقى ليه نهر النيل كان ليه فضل عظيم على المصريين؟ هنقول لأنه يسقي المصريين ويروي حقولهم ويمنحهم الحياة ويجعل الأرض خصبة للزراعة عليها. نشاط 2 نقرأ الفقرة مع بعض. تخيلوا لو كان للنيل صوت لقال لنا أرجوكم لا تلقوا المخلفات في مياهي ولا تلوثوني بما يضرني. مياهي ثمينة فحافظوا عليها كي تظل الحياة ممكنة. إذا استمعنا إلى هذا النداء فسنتمكن من الحفاظ على النيل نظيفا، وستستمر الحياة في الأراضي المحيطة به لأجيال قادمة. هنا بيقول اختر الإجابة الصحيحة. لا تلوثوني بما يضرني. معنى يضرني يعني يؤذي. ضع علامة صح أو غلط. يدعون النيل إلى تلويثه بما يضره، أكيد طبعا غلط. مياه النيل أو مياه نهر النيل ثمينة وذات قيمة كبيرة، طبعا صح. بما سيأمرنا نهر النيل لو كان له صوت؟ طبعا أن لا نلقي المخلفات فيه ولا نلوثه وأن نحافظ عليه. بعد كده اختر الإجابة الصحيحة. أصبح النيل مهددا أو مهددا بالتلوث. معنى مهددا يعني معرضا للخطر. أكمل ما يأتي. السبب الرئيسي لتلوث النيل اليوم هو المخلفات التي يلقيها بعض الناس. لا يقتصر الضرر على النهر وحده بل يمتد ليؤثر سلبا في البيئة وفي حياة الكائنات. ما النتيجة المتوقعة إذا استمر الإنسان في تلويث مياه النهر؟ يعني إيه اللي هيحصل لو الإنسان استمر في تلويث المياه؟ لن تكون الحياة ممكنة. بعد كده نشاط 4 اختر المضاد الصحيح للكلمة الملونة، بس دي فيها غلطة لأن هو عايز المعنى. بيقول ترشيد استخدام مياهي. معنى ترشيد يعني إيه؟ معنى ترشيد يعني استخدام الشيء باعتدال. ضع علامة صح أو غلط. إذا حافظنا على نهر النيل فإننا بذلك نحمي مستقبلنا، صح.
يجب على الدولة الحفاظ على نهر النيل، أما التصرفات البسيطة من ناحيتنا فلا تأثير لها. طبعا غلط، ما ينفعش إن الدولة بس هي اللي تحافظ على النهر، ده كل فرد وإنسان مننا هو كمان لازم يحافظ على النهر. ماذا تفعل إذا كنت أحد أفراد جمعية أصدقاء النيل؟ كنت هتعمل إيه لو كنت من أصدقاء النيل؟ عدم إلقاء القمامة فيه، وترشيد استخدام مياهه، وتوعية الآخرين بأهمية الحفاظ عليه.